تخيل معايا السيناريو ده انك قاعد بالليل لوحدك بتسكرول في موبايلك زي عادتك قبل ما تنام، فجأة نوتيفيكيشن من رقم انت حافظه صم بس مسحته من زمان. بتفتح الشاشة وايدك بتترعش، بتلاقي رسالة صوتية بتشغلها، بتسمع صوت اكتر انسان كنت بتحبه وفقدته للابد، بيهزر معاك وبيسألك عن يومك وبيطمنك عليه. في اللحظة دي تتصدم وتسأل نفسك، هل دي معجزة ولا كابوس؟ الحقيقة انها ولا ده ولا ده، دي تكنولوجيا مرعبة بدأت في 2015 لما شابة روسية اسمها يوجينا كويدا فقدت أعز أصدقائها، وبدل ما تتقبل وفاته جمعت كل رسائله القديمة والفويس نوتس بتاعه وغذت بيهم كود برمجي، والنتيجة إن صديقها اللي مات رجع يكلمها تاني كأنه لسه عايش. اللي عملته يوجينا من حوالي 10 سنين كان مجرد تجربة فردية، لكن النهاردة التكنولوجيا دي كبرت وتحولت لصناعة استثمارية ضخمة اسمها ديجيتال افتر لايف ايكونومي، اقتصاد ما بعد الموت الرقمي، او جريف تك، تكنولوجيا الحزن. احنا هنا بنتكلم عن قطاع تكنولوجي كامل مبني على استغلال مشاعر الفقد، وشركات بتحقق ارباح خيالية من وراء بيع الوهم المريح. الموضوع ما بقاش مجرد شات بوت بيرد عليك، احنا وصلنا لمرحلة ان في كوريا الجنوبية قدروا يبنوا نموذج ذكاء اصطناعي لطفل متوفية ولبسوا امها نظارة واقع افتراضي VR، والام حرفيا حضنت بنتها الميتة وسمعت صوتها 아연이. 엄마, 어. 내 손 잡으니까 في مشهد إنساني قاسي ومؤثر جدا بيوريك التكنولوجيا ممكن تلعب بمشاعرنا وتكسرنا إزاي. والشركات دلوقتي زي ستوري فايل بقت بتقدم خدمة أرعب من الخيال، انت ممكن تدرب الذكاء الاصطناعي على أسلوبك وانت عايش، عشان يوم ما تموت يظهر الهولوجرام بتاعك في العزاء. يعني تخيل الناس جاية تاخد عزاك وهم متأثرين ويلاقوك واقف هولوجرام بترد عليهم وتشكرهم على واجب العزاء، ناقص بس تطلب منهم يشربوا القهوة ويسيبوك ترتاح. بس السؤال هنا، ازاي شوية خوارزميات واكواد بتقدر تتقمص شخصية انسان حقيقي بالدقة دي؟ ازاي الآلة بتعرف تخدعك وتخليك تصدق ان روح الشخص ده لسه موجودة؟ السر كله في الجينيراتيف AI، الذكاء الاصطناعي التوليدي، والديجيتال فوتو برنت او البصمة الرقمية. كل صورة بترفعها، كل تعليق، ايميلاتك والفويس نوتس بتاعك، كل دي داتا بتشكل هويتك الرقمية. الآلة بتاخد الداتا دي ومش بس بترد على كلام انت قلته قبل كده، لا دي بتحلله عشان تتوقع انت كنت هتقول ايه وهتتصرف ازاي في مواقف جديدة انت ما عشتهاش اصلا. المصيبة الاكبر ان شركة ميتا المالكة لفيسبوك تسرب ليهم براءة اختراع لنظام ذكاء اصطناعي متصمم انه يسيطر على حسابك بعد ما تموت. يعني الاكونت بتاعك هيفضل ينزل بوستات وممكن يبعت رسائل لاصحابك يبارك لهم في اعياد ميلادهم وانت ميت بقالك سنين. وهنا ممكن حد يوقفني ويسألني، يا محمد طالما احنا عارفين ومتأكدين ان ده مجرد AI، ليه بنكمل؟ ليه بنتعلق بوهم احنا اللي دافعين ثمنه؟ الإجابة متبرمجة في تركيبة الدماغ البشري، عقلنا بيهرب من ألم الفقد بأي شكل. التكنولوجيا دي بتلعب على حالة نفسية معقدة اسمها cognitive dissonance، التنافر المعرفي. عقلك المنطقي عارف ان اللي بيكلمه ده مجرد سيرفر، بس عقلك العاطفي بيضعف تماما وينهار اول ما يسمع نبرة الصوت اللي وحشته، الصوت اللي كان بيحسسه بالامان، فبيسقط المنطق وبيقرر يرمي نفسه جوه الكدبة دي عشان يرتاح. بس الكارثة ان الاستمرار في الموضوع ده بيعمل تدمير للذاكرة، وده اللي اكدته ابحاث من معهد MIT. وبالمناسبة عشان المصداقية اللي متعودين عليها، كل الدراسات والمصادر اللي بذكرها هتلاقوها موجودة بالتفصيل في وصف الفيديو تحت. نرجع لموضوعنا، الابحاث دي كشفت ان التفاعل المستمر مع التكنولوجيا دي بيخلق حاجة اسمها false memories او الذكريات الكاذبة. يعني مع الوقت الذكاء الاصطناعي بيقدم لك نسخة مثالية من الشخص اللي مات، فبيبدأ عقلك ينسى الشخص الحقيقي بمواقفه البشرية الطبيعية ويستبدله بنسخة مشوهة ومصطنعة. انت كده مش بتحافظ على ذكراه، انت بتطمس هويته الحقيقية وبتبدلها بوهم ملوش وجود. احنا دلوقتي قدام ازمة اخلاقية مفيش زيها في تاريخنا، احنا حولنا الحزن البشري لاشتراك شهري. تخيل انك رابط فيزا بحساب بيخليك تقدر تكلم حد عايز عليك فقدته. طيب لو حصل مشكلة في الدفع او الباقة بتاعتك خلصت، هل الشركة ببساطة هتقفل الحساب وتحرمك منه للمرة التانية وتخليك تعيش ألم الفقد والوداع من جديد؟ علماء النفس بيحذروا ان الحزن ده عملية طبيعية ومهمة جدا عشان نقدر نتقبل الواقع ونكمل حياتنا. التكنولوجيا دي بتعطلك وتخليك مسجون في مرحلة الإنكار للأبد. وزي ما دكتورة علم النفس السيبراني إلين كاسكيت قالت في وصف الظاهرة دي، الموتى عمرهم ما كانوا رغايين بالشكل ده. في النهاية الذكاء الاصطناعي قدر يتلاعب بأقدم حقيقة حتمية في تاريخنا، الموت. هو أكيد ما قدرش يلغيه، بس هو قدم لنا نوع من الخلود الرقمي المزيف. التمن المرة دي ما كانش فلوس، التمن كان سلامنا النفسي وقدرتنا على التجاوز والتعافي. احنا صنعنا التكنولوجيا عشان تساعدنا في حياتنا، مش عشان تبرمج مشاعرنا وتتحكم في حزننا. الإنسان بطبعه بيحتاج يودع عشان يقدر يبدأ من جديد، ولما بنهرب من الوداع الزمن فعليا بيقف جوانا. اللي بيحصل ده مش تخليد لذكرى اللي بنحبهم، ده أنانية مننا عشان
لأنهم مش قادرين نواجه غيابهم. والسؤال اللي هسيبهولك تفكر فيه النهاردة، لو التكنولوجيا قدرت ترجع لك أكتر حد بتحبه في صورة صوت وصورة على شاشتك، هل أنت فعلا رجعته للحياة ولا أنت اللي حبست نفسك معاه في سجن من الوهم؟